السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا تاني مع نشرة الأخبار لحزب التحالف الوطني المصري، حيث اجتمع حزب التحالف الوطني المصري أمس يوم الخميس الموافق 22/8/2024 برئاسة النائب محمد خالد القاضي مع حزب الشباب الوطني المصري وحزب رواد المستقبل. وهذا الاجتماع يعكس التزام الأحزاب الثلاثة بتعزيز التعاون والتنسيق من أجل تحقيق أهداف مشتركة تخدم مصالح الوطن والشعب المصري. وانتهى الاجتماع الذي جمع بين حزب التحالف الوطني المصري برئاسة النائب محمد خالد القاضي وحزب الشباب الوطني المصري وحزب رواد المستقبل بمشاركة حزب شباب تحيا مصر بنتائج مثمرة شملت تشكيل تحالف وطني قوي، الاتفاق على تشكيل تحالف استراتيجي يضم الأحزاب الأربعة بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة. مبادرات تنموية مشتركة، الاتفاق على إطلاق مبادرات تنموية مشتركة تشمل مختلف القطاعات مع التركيز على تمكين الشباب ودعم المرأة وتحقيق التنمية المستدامة. مكافحة الفساد، تتبنى خطة موحدة لمكافحة الفساد مع تبادل الخبرات والمعلومات بين الأحزاب لضمان الشفافية والنزاهة في كافة المجالات. دعم وتمكين الشباب التأكيد على أهمية دعم قضايا الشباب وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال تقديم فرص تدريبية وتعليمية وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في صنع القرار. تحسين جودة الخدمات العامة، الاتفاق على إطلاق حملات مشتركة لتحسين جودة الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية. ويعتبر هذا التحالف الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية موحدة لمستقبل مصر، ويؤكد التزام الأحزاب الأربعة بخدمة الوطن والشعب المصري. دمتم سالمين، وسنواتيكم بما هو جديد من أخبار تهم الشعب المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.